رحت تقيس الضغط لقيته رقم كبير. تستهونش، دي يمكن أول إشارة من القاتل الصامت. اسمعني في ثواني. بتصحى تعبان وكأنك ما نمتش، صداع كل يوم وخنقة من النوم، دقات قلبك بتجري فجأة، ورجليك بتورم من غير سبب، تنميل ورعشة مستمرة، ممكن نزيف أنف من غير أي خبطة. كل ما تقيس الضغط تلاقيه 150 أو 160 وتقول أنا كنت متعصب شوية. طب ركز لي في الفيديو عشان تحمي نفسك وتحمي اللي بتحبهم من الضغط العالي، عشان ممكن يقلب حياتك في لحظة. رحت تقيس ضغطك، طب اعرف الأرقام بتقول إيه. 120 على 80 ده الطبيعي، 130 على 85 دي المرحلة اللي تيجي نخاف فيها، 140 على 90 مرتين ورا بعض ده ضغط عالي، 180 على 110 فما فوق دي حالة طبية طارئة ولازم مستشفى فورا. طب يعني ايه ضغط عالي وبيحصل ازاي؟ الدم بيدوس على شرايين جسمك بقوة زيادة عن الطبيعي، وكل ما القوة دي تزيد الشرايين تتعب، القلب يتضخم، الكلى تضعف، الدم يتجلط، المخ يضرب لخمة. كل ده بيحصل وانت مش حاسس بأي حاجة وانت فاكر انك كويس. طب اسمع مني الحاجات اللي بتخلي الضغط يولع. لانك بتاكل اكل فيه ملح كتير من غير ما تحس، زي اللي في الجبن وفي العيش وفي المعلبات. لانك بتشرب قهوة وسجاير كتير وتقول بتريحني. لانك بتنام متأخر وتصحى متوتر. لانك ما بتتحركش كتير، او ممكن بتكون بتاخد ادويه من غير ما تسال. كل دي حاجات بسيطه لو اتجمعت تضرب لك الضغط لفوق وتسيبك معرض لخطر كل يوم. حالات يوميه من الاهمال والاستهتار. شاب جاله نزيف في الشبكيه من ضغط عالي وكان فاكر ان ما فيهوش حاجه. ست بتشتكي من تورم في الرجلين ووجع في القلب طلع فشل كلوي. راجل مات في الطريق بسبب سكته دماغيه كانت البدايه صداع متكرر. ما تقيسش ضغطك وتعديه كانك شفت خبر على النت. لو الضغط عالي لازم خطوات فوريه. ابدا بالاكل، قلل الملح، اختار اكلك بعقلك. الاكل اللي بيروق جسمك خضار فاكهه بروتين خفيف. اكلك هو دواك الاول. خلي جسمك يتحرك حتى لو مش بتلعب رياضه، جوه البيت امشي شويه كل يوم. الحركه بتساعد الدوره الدمويه والضغط يهدى. اشرب ميه زياده، صدقني الميه هتفرق معاك. نام بدري واصحى هادي. قلل القهوه والسجاير، لو بتشرب 3 قهوه يوميا خليهم واحده. اي سجاره اعرف ان بتساوي الشريان بيتقفل. خد العلاج لو اتوصف لك وما توقفوش. وما تقولش انا بقيت دلوقتي كويس، لان الضغط بيخدع، بينزل شويه وبعد كده يرجع يضرب. راجع الضغط مرتين في الاسبوع. رقم الضغط هو ترمومتر قلبك. ما تطنش. الضغط ما بيستأذنش، بيضرب فجأة وبيخلص على اللي ملوش في المتابعة. ساعتها هتقول كان نفسي اسمع الكلام، بس وقتها هيكون فات الأوان. اسمع العلم وخد نصايحك ومعلوماتك مع صيدلاني زون دكتور محمود مسعد. شير الفيديو يمكن تنقذ حد